بيقول لها انت لسه مصرة برضو ان انا القاتل؟ فبتقول له ايوه، قول الحقيقة. فبيقول لها انت كنتي قلقانة عليا امبارح، اكيد قلبك مش هيقلق على اللي قتل عيلتك. وبيدخل فانج وبيمسك فيه عشان تين فضلت قاعدة معاه طول الليل، وبيقول له انا وتين هنتجوز الشهر الجاي، وبقى خلي بالك بقى من نفسك. وبياخدها ويطلع بره وبيقول لها انت نسيتي ان هو اللي قتل عيلتك ولا انت بتحبيه؟ فبتقول له لا، انا بس بفكر لو كان شكي ده غلط، اصله خاطر بحياته عشان يحميني. وبتروح تتكلم مع الحرباية انها حاسة ان فانج مش نفس الشخص اللي حبته زمان. فبتقول لها انا لو مكانك هصدق اللي انقذني. وبعدين مفيش عدو وبيروح يقولك انا عدوك اهو. وبيجي الدكتور يغير له على الجرح وبيقول له انها الرصاصة هي نوع الرصاص اللي اتضرب بيه عيلة دونج. الحاكم بيقول لخطيبته انا مش قلتلك لو قربت لها تاني هقتلك؟ تروحي تأجري ناس تقتلها؟ فبتقول له انا ما عملتش كده. فبيمسك لها المسدس فبتقوله مش هعمل كده تاني، وبتقوله فانج هو اللي ساعدها. فالحاكم بيقول لمامته انه عايز يتجوز تاني، فالتاني بيتعفرت وبيطلع انهم اصلا كانوا عايزينها للحاكم، بس ام فانج قالت لها انها لو اتجوزت الحاكم هتأذيه، عشان كده خطبوها لفانج. وفانج بيقول لها ما انت بتفضلي ابنك لكن انا لا. بيروح الحاكم يصلي عشان ابوه، وتين بتروح له وبنعرف ان ابوه حد قتله بس مش عارفين مين. وهي بتقوله انا برضو مش فاهمه مين اللي ممكن يتضايق من عيلتي للدرجه دي. فبيقول لها يعني انتي مصدقاني؟ فبتقوله قولي الحقيقه. فبيقول لها في الوقت المناسب، وفانج بيبقى سامعهم وبيروح لها فانج وبيقول لها انه عرف حاجه عن عيلتها، وبيقول لها هقولك لما اتاكد، ركزي بس على جوازنا دلوقتي. وبتروح الحرباية تقابله وبتقوله انها حامل في طفله، فبيزعق معاها وبيقول لها تنزل الطفل ده. تاني يوم الخادمة بتقول لتين ان الحرباية اتجننت خالص، فبتروح تشوفها فبتهجم عليها وبتقول لها انا خطيبة فانج، انا بنت عيلة دونج. وبتروح تين للحاكم عشان يجيب لها الدكتور بتاعه، فبيساعدها بس بيبقى عايز مكافأة، وبيسألها لو اتخانقنا انا وفانج هتوهي في صف مين؟ فبتقوله محدش يعرف ايه اللي هيحصل عشان اتنبأ بالنتيجة. فبيقول لها على الاقل ما قلتيش انك هتختاريه. وبيجي الدكتور وبيقول لها الاحسن تيجي المستشفى، وفانج بيزعق معاها عشان طلبت مساعده من الحاكم وما قالتلوش. والحاكم بيقول له انا عارف جريمتك، لو عايز تكفر عن اللي عملته هسيبك. فبيقول له تسيبني؟ انت بتستخف بيا كده ليه؟ فبيقول له لو عايز تقتلني اقتلني. فبيقول له القتل سهل لكن اني اخليك بائس دي احسن طبعا. وفانج بيتفق مع الخادمه يلعبوا بتن، فبتجر معاها كلام وبتقول لها ان الحاكم اللي زرع الشجرة دي بس زمان كانوا بيقولوا له السيد الشاب قبل ما يبقى الحاكم، وبعد كده بقوا يقولوا له السيد الشاب لفانج. فبتعرف انها كده كانت بتحب الحاكم وهي صغيرة مش فانج، وبتبعت رسالة مع المساعد ليو للحاكم. والخادمة بتقول لها في رسالة جاتلك، وبتبقى قايلة للمساعد يقول للحاكم يقابلها عشان الميعاد اللي بقاله 15 سنة. وبتطلع الرسالة اللي جات لها مكتوب فيها بخط وختم الحاكم انهم يهجموا على عائلة دونج ويخلصوا عليها وما يسيبوش غير تاني. وبيتقابلوا في الحديقة وبتقوله على الرسالة، فبيقول لها ثقتك فيا راحت عشان رسالة زي دي؟ فبتقوله انا كنت بخلي بالي منك بس عشان اقتلك. وبتطلع السكينة فبيقول لها انه مش هو اللي عمل كده بس مش بتصدقه. فبيقرب ناحية السكينة وبيمسك ايديها عشان تطعنه، وبيقول لها خليكي قوية في مواجهة عدوك. وبيجي المساعد ليه ياخده بس بيقول لها اهربي عشان امه ما تقتلهاش. وبترجع وهي بتعيط وبتفتكر ان الخنجر اللي ضربته بيه ده هو اللي اداهولها عشان تدافع بيه عن نفسها وان هو اللي كان بيحميها. وبيجي فانجي يحضنها وبيبقى مبسوط طبعا. تاني يوم بيفطروا مع بعض بس المساعد ليو بيقول للجدة ان الحاكم بيتدرب فمش هيفطر معاهم، وبيوصل لها انه موافق يتجوز خطيبته. فالتانية بتتصدم وبتتكلم مع الحرباية انها شكلها حبته وبتروح تشوفه. بس المساعد ليه بيقول لها ان الحاكم مش عايز يشوفك وبعدين عايزه تطعنيه تاني. فبتقوله انا عملت ايه غلط يعني؟ ده قتل عيلتي كلها والمرضعه بتاعتي قدام عينيا واجبرني ان اقتل ناس. فبياخدها الجنينه وبيقول لها ان الحاكم جاله خبر ان في ناس هتهجم على عيلتك، بس لما راح لقاهم قتلوا عيلتك. فبتقوله طب والمرضعه بتاعتي اللي قتلها قدام عينيا؟ فبيقول لها دي كانت هتقتلك فهو قتلها، وبعدين خد المجرمين عشان يستجوبهم ولما ما تكلموش خلاكي تقتليهم عشان تبقي انتقمتي لعيلتك. تاني يوم بتسأل الخادمة عن اللي بعت الرسالة،
فبتقول لها أنا لقيتها. فبتروح تشوف فانج وبتشوف ورقة على الأرض شكلها غريب، فبيقول لها إنها ورقة حسابات، وبينزلوا عشان يشوفوا الدعوات ويحددوا ميعاد عشان يشوفوا الفساتين، وبتدخل عليهم خطيبة الحاكم وهي مأنججاه. وبيخلص ملخصنا النهاردة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب، واشوفكم في ملخص تاني. سلام.